ساعات في ناس لما بتبص على السوشيال ميديا وتشوف نماذج ناجحة بتحاول تقتدي بيها. لما بتحط الخطة بتاعتها ان ازاي هنبقى ناجحين زيهم، مفروض ان اي حد بيحط خطة بيبقى خطة 5 10 سنين ويبقى فيها نقاط معينة بيقف عندها ويشوف انا ماشي في التراك الصح ولا لا، بحاجات ممكن نقول ان هي ريكورد. يعني انا اشتغلت كذا، حققت كذا، عملت كذا، وصلت كذا، كان معايا 5 كلاينتس، بقى معايا 10 كلاينتس، بقى معايا 50 كلاينت، كل حسب المده بتاعته. في زي ما بيقولوا كده ايه مايلستونز بقف عندها وابص اشوف انا كنت فين وبقيت فين وفاضل لي ايه عشان اوصل هناك. بس اوعى عينك تزوغ على حد تاني، تشوف ان غيرك وصل اسرع منك. ممكن تشوف هو عمل ايه، قدر ان هو يكسب اكتر، ايه الخطوات اللي هو اختزلها وقدر ان هو يعملها. لان كان مره عندي حد وبيحكي لي، بيقول لي ان هو عنده حد وشايف ان هو قد ايه الشخص ده سبقه، ابتدوا مع بعض بس ده سبق وهو لسه هنا، وان لما لقى نفسه اقل ابتدى يعيد تفكير في خطته ويشك في نفسه. فقلت له انت كده بتحسب على معيار واحد اللي هو وصل فين. طب انت عندك فكره هو عين كام واحد يساعده؟ طب انت عندك فكره هو استعان بحد يقدر يدعمه؟ طب انت عندك فكره عن بقيه الخطه بتاعته مشيت ازاي؟ ممكن يكون كان فيها معطيات انت ما فكرتش فيها، عشان كده انت ماشي بالشكل الطبيعي اللي انت راسمه لنفسك، اللي هو بناء على قدراتك وعلى امكانياتك. هو الناحيه الثانيه اختزل خطوات في بعض وعلي، اتعلم حاجه جديده ساعدته، عين ناس معاه فشالوا على كتافه شويه شغل، فقدر ان هو يركز في شغل تاني عشان يعلى اكتر. فالمقارنات في الحته دي ساعات ما بناخدش بالنا ان احنا بنقارن بالاوتكم، النتيجه، لكن هي النتيجه دي احنا وصلنا لها ازاي. قبل ما تقول فلان وصل قبل مني ازاي، اعرف سكته كانت عامله ازاي، عشان خاطر لو انت عندك فكره انك انت تتعلم من طريقه اهم من انك تبص للنتيجه بتاعته.